بفتكر حكاية ما انساهاش. كنت في المغرب سنة 1968 في مدينة الرباط. قابلت سيدة فرنسية. السيدة الفرنسية دي ست كانت سنها لما شفتها يمكن حوالي 60 سنة. فحكيت لي حكاية غريبة أوي. قالت لي من 30 سنة أنا كنت واحدة ضمن فوق سياحي وجايين من فرنسا كلنا للمغرب عشان نقضي صيف ممتع، ونزلنا في الفندق. وبعدين اللي حصل إن أنا في ليلة من الليالي شفت رؤية عجيبة. الرؤية دي إن شفت واحد شكله جميل ولابس أبيض، وألقي في روعي إن ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشفته في المنام بيطلع لي مصحف ويناولني هذا المصحف. الحلم كان هزني جدا لدرجة إن صحيت وأنا كل جسمي بيرتجف، وأنا ما كانش في ذهني الحاجات دي خالص. إيه اللي جاب حلم بالشكل ده؟ إن أحلم وفي الحلم أشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقدم لي مصحف. أنا حكيت لزميلاتي الفرنسيات، قالوا ده كلام فارغ، دي أضغاث أحلام، يعني أنت ما تفكريش ده أي كلام يعني. لكن أنا قعدت أفكر وقابلت ناس من المستشرقين اللي كانوا موجودين في المغرب وكده، وأنا حسيت إن زي ما يكون هذا الحلم نوع من الأمر بإني أدرس الإسلام. فأنا جيت بعد ما خلصت رحلتنا قلت لزميلاتي إن هقعد في المغرب ومش راجعة. وطبعا كلهم هاجوا إيه اللي اتجننتي مش عارف إيه التخليف اللي أنت فيه ده، أنت هتتدروشي أنت مش عارف إيه. لكن أصريت وفعلا قعدت في المغرب وهم رجعوا. وبعدين درست الإسلام بتوسع ودرست اللغة العربية بتوسع واقتنعت وحبيت الإسلام، ويعني أصبحت مسلمة من التاريخ ده. ودارت الأيام سنة بعد سنة بعد سنة. بعد حوالي 10-15 سنة في يوم من الأيام وأنا في الحمام حسيت إن في ورم في صدري، ورم جامد محدة. استعجبت جاي إمتى. المهم رحت للدكتور. الدكتور قال إن في سرطان في الثدي، وإنه في دور متأخر لأنه انتشر في العضلات وفي جدار الصدر ومش هيمكن عمل جراحة. في نفس الوقت كان نازل فوق هو نفس الفوق القديم بتاعي اللي جينا من 30 سنة. فطبعا سألوا عليا وجم فلاقوني راقدة وعيانة، وقلت لهم حصل كده وإن في سرطان، والدكتور الجراح قال إن مفيش أمل ومفيش فايدة وما نقدرش نعمل العملية. وطبعا اللي حصل إن زميلاتي الفرنسيات قالوا انت لازم ناخدك باريس، وان ده راجل جراح ما يفهمش حاجه، ويعني احنا هناك عندنا وسائل اكيده ولازم الحاجات دي لها علاج وكده. فرفضت، قالت انا رفضت. قلت لهم مش هرجع باريس. وبعدين هم قالوا لها شوفي يعني حسبناكي مره تمشي على كيفك، وانت في الاخر شوفي جرالك ايه نتيجه الدروشه والضلال اللي انت عايشه فيه، فده مش ممكن يسيب دلوقتي يعني الى اخره. المهم حاولوا محاولات ما فيش فايدة، ما رضيتش تسافر ورجعوا برضه زي المرة الأولانية. وهي قالت لي حصل الآتي في نفس الليلة دي بعد ما مشيوا. قالت لي أنا قعدت أصلي على السجادة وأبكي وأكلم ربنا كما لو كان هو قدامي، وأقول له يا رب يعني أنا يعني شفت أهلي وناسي بيسخروا مني، بيقولوا عليا إن أنا درويشة مغفلة وإن أنا الضلال وصلني إلى الحالة دي، ويا رب يعني أنا ماليش حد غيرك. وقالت لي بكيت وصليت بإحساس كما لو كان كل خلية في جسمي بتصلي. وبعدين في وسط البكاء نمت على السجادة. قالت لي بعد كده ما صحيتش إلا الصبح، بحط إيدي على صدري ما لقيتش حاجة، ما لقيتش ورم، لقيته عادي خالص. جالي حالة ذهول، طلعت أجري على الطبيب. كشف عليا قال لي أنا مش شايف حاجة، مش أنت كنت جيتي من كم يوم عندي وأنا قلت مش عارف إيه؟ مش ممكن، أنا مش مصدق الكلام ده. جاب الكتب بتاعته، جاب الدفتر اللي بيقيد فيه حالات المرضى عشان يتأكد إن دي، فلقى اسمها ولقى جنبها سرطان ثدي، وإنه بحالة متأخرة، وإنه انتشر في العضلات، وإنه وصل للقفص الصدري. الله، لكن هو مش شايف حاجة، صدري سليم. قالت لي شوف يعني في جوهرة يا مسلمين انتوا مش عارفينها ولا عارفين قيمتها. هذه الجوهرة اسمها الإسلام. انتوا مش عارفين قيمة الإسلام اللي ربنا اداه لكم. مين اللي بتقول الكلام ده؟ واحدة سيدة فرنسية. وبعدين المثال الغريب ده اللي هي في جلسة صلاة يتم شفاء كامل. طبعا الحكاية دي
بعد كده مر عليها 10 سنين ما رجعش اي حاجه، انتهى خلاص. شيء غريب، لو كانش شفته بعيني حد قالوا لي ما صدقوش.